ما بقيناش عارفين الأم صح ولا الأم غلط. ما بقيناش عارفين أم ضني اللي بتعمله ده فعلا عندها حق، ولا ضني اللي هو بيعمله ده هو بقى اللي عنده حق. مش عارفين. نبدأ الفيديو مع بعض ونقول السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة فيديو محتاج من حضراتكم ان انتوا تسمعوه للآخر، ومحتاج من حضراتكم ان انتوا تحطوا نفسكم مكان ضني ومكان ياسمين. فيديو النهاردة انا اولا على الحياد، ولا ليا مع مضني ولا ليا مع ياسمين وجوزها، ماليش. ولكن امبارح ياسمين نزلت صورة لضني انه تعبان، وقالت دعواتكم لضني، والراجل كان واخد نفس. وفي قنوات الله يسامحهم طلعوا قالوا لا ده باين عليه ده مضروب علقة، ده مش عارف ايه، ده محمد اخو ياسمين طلع في اللايف قال ده احنا سهرانين لحد الساعة 7 الصبح مع بعض ومقضيينها والعيشة واللي عايشينها، وكذبوا الموضوع. سيبوكم من الكلام دوت. المهم ان ام ضني كتبت على المنتدى انها راحت لابنها في المستشفى لما سمعت انه مركب نفس، ما لقيتهوش، راحت رايحه الحفريه عشان خاطر تشوفه. طلعت ابن اللي هو ابن اختها، وكانت معاها ام اميره واقفين تحت. طلعت الولد الصغير، خبط على الباب، محدش فتح، وهي طبعا مرضتش تطلع. ومحمد اخو صدفه طلع وطمن الناس وقال لهم لا، او طمن الولد اللي اسمه ادهم وقال له لا مفيش حاجه، هو كويس والحمد لله ومش عارف ايه، ومحدش فتح. فماشي خلاص، احنا عرفنا الموضوع دوت. فوجئنا بمضني منزله فيديو، كاتبه عنوان الفيديو ان انا هسافر السعوديه عند جوزي وهبيع شقه ورث امي. الفيديو اللي قبل دوت كانت بتعرض هدايا من الحاج ناجي اللي هو ابو ضني، وقالت السند والظهر وهو جوزي ده جايب لي، انا طلبت شنطه بارقام تتقفل بارقام، والشنطة ديت انا هحط فيها العقود بتاعتي والورق المهم بتاعي، ومن ضمن الورق عقد الشقة بتاعة ورث امي اللي هي كتبتها لابني ضني فوق، وقالت دي لضني عشان يتجوز فيها. طبعا احنا ملاحظين ان ضني من بعد طلاقه من ياسمين ولما رجعوا صمم كل التصميم ان هو يجهز الشقة دي ويوضبها على اعلى مستوى. ولما رجع لياسمين نزلوا جابوا العفش مع بعض وفرشوها، وكان معتز ولحد الان معتز ان ضني يقعد في الشقة ديت. بيقعد مع ياسمين شوية وبيرجع، ولكن دلوقتي بيروحوا هنا حبة وهنا حبة. وسبق وياسمين طلعت واتكلمت في موضوع الشقق، وقالت انا ما اقدرش ابيع الشقة بتاعة الحفرية لان ديت شقة وسط اهلي، فانا ما اقدرش ابعد عن اهلي، انا بحب اهلي ومش هينفع ابعد عنهم. والشقة اللي عند ام ضني انا ما اقدرش برضو ابيعها لان دي شقة عيلة وفي بيت عيلة وما ينفعش ادخل عليهم حد غريب. طبعا ام ضني كتبت العنوان دوت. انا دخلت اشوف الفيديو بتاع، لا قبل ما اخش في الموضوع دوت يعني نسيت ان انا اقول لكم ان ناس كتير فسرت تعب ضني بعد الفيديو اللي الحاجة امونة عملته، وقالت انا هحط العقد بتاع الشقة بتاع اللي فوق اللي هو ورث امي بتاع ضني معايا. فبيقال ان هو تعب وان الراجل حصل له حاجة. في قنوات توقعت هذا، الله اعلم دي حقيقة ولا كذب. ولكن هي بقى نزلت الفيديو النهاردة قالت فيه ان انا ابني ان انا هبيع شقة ورثي وهروح اعيش في السعودية. فتحنا الفيديو لقيناها بتعمل اوراقها ورايحة تعمل عمرة ورايحة تخلص حالها ورايحة مش عارف ايه والكلام ده كله، وما جابتش سيرة خالص على بيع شقة الورث. هي كاتبة العنوان بس للعلم ان انا هبيع شقة الورث. طيب انا بقى يعني انا يعني مش مقتنعة بالكلام اللي هي بتقوله. ويا ام ضني انت كده بتبيعي ابنك. هتفهموا الكلام صح يا جماعة اهلا وسهلا، مش هتفهموه اطلعوا من الفيديو من دلوقتي. انت بتبيعي ابنك ليه بقى؟ لان الشقة دي شقة ابنك باسمه. معنى انك انت تبيعي شقة وتقولي دي ورث امي، ورث امك على عيني وعلى راسي، بس ده ابني، ده ابني.
ابني فرحان، ابني مستور بالشقة دي، ابني بيجيب مراته وبيقعدها هنا، مع ان معلش في الكلمة يعني عندها شقة تانية بتفتح قدامها الدنيا مفتوحة والدنيا تمام والهوا والعالدائري، ومعلش يعني شقة مستواها احلى بكتير واوسع من الشقة دي، ومع ذلك ياسمين راضية وحابة العيشة وبتقولك ده احنا هنيجي نقعدوا هنا في الشتاء عشان هنا في دفا، وهنا 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 القعدة في الصيف هنا لأ، ولسه عاملة فيديو وفرحانين. زعلانة من ياسمين معاكي، ايوه انت زعلانة وشايلة من ياسمين. ابنك ذنبه ايه تكسريه قدام اهل مراته؟ طب انا بعتلك الشقة اللي انا هاخدها او هبيع الشقة. انت كده بتفتعلي المشاكل يا ام ضني. الناس كلها واخدة عنك فكرة انك انت ست كويسة وست جميلة، وانت لحد اخر وقت ست تتشالي فوق الراس وست الكل زي ما انت مسمية نفسك. ولكن حركة البيع وانك انت تبيعي ستر ابنك وتعريه قدام اهل مراته لا، وحش. احنا ما نعرفش، محدش يقول لي عاق يا جماعة، انتوا ما تعرفوش خصوصيات الناس ايه، وياسمين طلعت قالت اكتر من مرة انتوا ما تعرفوش ايه اللي بيحصل. احنا لو نحكي لكم ايه اللي بيحصل هتعرفوا الحق فين. احنا ما نعرفش عشان نحكم، ولا تقولوا لي عاق ولا تقولوا لي مش عارف ايه. الناس كلها داخلين يعلقوا عليها في التعليقات الحاجة اللي تغيظ. ايوه اهري ياسمين، ما تسيبيش حاجة لياسمين، ياسمين دي ما تستاهلش تاخد حاجة منك يا ام ضني، بيعي على حياة عينك، ايوه اصرفي فلوسك، ايوه اعملي. كل التعليقات من غيظ من ياسمين. طب ماشي عندكم حق، مع ان انتوا ربنا هيحاسبكم على ان كنتوا بتشعلوا الفتنة بدل ما تهدوها وتقولوا لها ابنك. ماشي ياسمين، طب ابنها ذنبه ايه؟ ضني ابن ذنبه ايه يترمى في الشارع؟ ليه تخليه يوصل لو لا قدر الله جراله حاجة هو ومراته ومشاكل؟ هيعمل ايه؟ هيفضل قاعد في الشارع؟ افرضي طلقها، اهو كان ليه بيت بيقعد فيه. انتي بيتك خلاص اتقفل في وشه كده، باللي انتي بتعمليه كده بتقفلي البيت في وشه، انتي كده بتخسري ابنك للابد. انا مش عارفة ازاي جوزك وازاي الحاج ناجي ساكت على الموضوع ده. لا ما بيعش الشقة، لا دراعاتي مفتوحة ليك يا ابني يا حبيبي، حتى لو ابنك بعيد، حتى لو في حاجة هيرجع، مسير الغايب يرجع. اكبر غلطة عملتيها النهاردة وما اكدبش عليكي، اللي بيفهم هيعرف ان كده ياسمين عندها حق في لما بتقول انتوا ما تعرفوش حاجة. اتمنى انك انت تفكري كويس يا ام ضمني، واتمنى ان الفيديو يوصل لها يا جماعه. اعملوا شير وربنا يصلح الحال بجد يعني، علشان الدنيا مش مستحمله. انت قبل كده ابنك طلع وقال ان انا بيجي عليا وقت ببقى عايزه اموت، لو لا قدر الله ابنك وقع وجراله حاجه ومات، الشقه هتنفع؟ الناس اللي بتعلق عليكي وبتحميكي على ابنك دي هينفع؟ مش هتنفع. ربنا يهدي لك الحال يا ام ضني، ويهديكي ويهدي ضني ليكي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير. السلام عليكم.